الفرح والشماتة بما يصيب العدو الظالم المفسد، وما يحل لأعداء الإسلام والمسلمين سواء من موت أو مصائب، هذا أمر جائز ومشروع، خاصة إذا كان هلاكه وموته أو المصيبة التي حلت به يعني قاطعة لشره ومكره وضرره على الناس، بل هي في الحقيقة نعمة تستوجب الحمد لله عز وجل. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وإذا مات العدو الظالم استراح العباد والبلاد والشجر والدواب من شره ومكره وكيده كما جاء في الحديث، لأن هذا العدو الظالم ضرره وأذاه وشره متعدي. وجاء عن إبراهيم النخعي والحسن البصري رحمهم الله وغيرهم أنهما سجدا شكرا لله بعد سماع خبر موت أحد الظلمة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.